السلام عليكم شباب، شلونكم اخباركم؟ فيديو اليوم عن الازرار اللي موجودة باللعبة. في ناس، اكثرية الناس متجاهلتها، فاليوم راح نشرح عنها، وبإذن الله راح ننصحكم بالمفيدات والمفيدات بنطفيها. يلا نبلش سوا. اول شي يا شباب، المفك مهمة. في عندنا هاي الكاميرا اثناء ال EDS، يجينا حطينا لها تفعيل، فتنا على تفعيل. هذا سكوب، وقت افتح سكوب يتحرك باصبعي. تشوفون انا حاطي دستين على سكوب يتحرك. فاحيانا بالفايت تفتح يضيع ايمك، تنتفع يطير ايمك لفوق. هذا خيار ابد مراهم. صعب. نجي على الخيار الثاني، تبديل النطاق السريع، وهو هذا. اذا حطينا التفعيل نقدر نبدل السكوبات من هنا مثل ما تشوفون. هاي تربط السكوبات احسن ما انا يفوت على الشنطة وتابد السكوب بدي اسبوع. ننتقل على الخيار اللي بعده. ايش الخيار اللي بعده؟ هذا النظرة الخاطفة. أنا لاحظت أكثر الناس يا شباب والله ما تعرف تفعل البيك أو ما تستعمل البيك، فمن هنا تجي على النظرة الخاطفة تفعيل. عندك كمان هاي تدوير الكاميرا أثناء الانحناء، من وقت تبيك زادين شغل السكوب تو بصبعك تحرك، هذا الشي مو تمام أبدا. عفوا نعطل هذا، وإذا تضغط باستمرار يعني إذا تظل ضاغط على البيك، شايفين يفتح البيك بس تضغط ينطق ويكات، يعني إذا تظل ضاغط ينطق ويكات. كمان هذا الخيار بده تدريب. إذا تجي مختلط إذا ضغطة واحدة يظهر فاتح، إذا ظل راس ايدك وتشيله شاف نرجع. النظر والمنظار المفتوح. المهم حطينا لها تفعيل مثل ما تشوف، تبيك يفتح سكوب. هاي تفيد جماعة الإصبعين، جماعة الإصبعين تفيدهم حيل، أنا ما تفيدني. ننتقل على الخيارات اللي بعد. في عندنا هذا المؤثرات الصوتية، أنصح بطفايتها لأنها بتجيب لك هدات وهمية بس صوت ماكو مفعول. فأنصح، أنا مشغل التصوير، تعرفون دروس استعراض. القفز والتسلق هذا انفصل. حطيت دمج، راح تدمج لك هاي وهاي، فهذا الخيار ابد مو حلو، لان انتو احيانا بالفايت تستخدم هاي تنط من ورا الحائط بس تنط تضرب. لما تدمجهم، اذا تدمجهم مع بعض انت راح تتسلق الحائط تعبر على الجنب الثاني وراح يشيلوك بكل سهولة 100%. دمج وضعية الجسوم والانبطاح، هاي يدمج لك الكراوتش مع الانبطاح لا تحطي. ميزة الإلقاء السريع هاي فعلوها، إلقاء العناصر قابلة للاستهلاك هاي تفعيل. انزلاق الساحة حسب كل واحد ورأيه، أنا من جهتي ما يقدرني أطفي. نجي هنا أهم شي عندنا منظور الشخص الثاني. شوف ناس حاطة 90 يا شباب، تقدر تحطها 90. هذا شوف مثلا أنا بباب ما ينطيني ترى الرأي أحسن مثل منظور الشخص الأول. شلون وضو بعدين يضيع عيمك، يخلي لك اللاعب بعيد عنك 1000 متر. شوف مثلا واقف هنا عكس وقت الساعتين أطفيه، شوف يصير لعب قريب عليك تتحكم بيه انت. فالأفضل انك ايش تحطه 85. الحساسية إذا ركض
100. المنظور الشخص الأول 103. والركض يعطل وضع النظرة الخاطئة. هذا الخيار إذا فعلته وقت تبيك وتمشي شيل التبيك لا يفهم منه. أسلوب العلامة كلاسيكي عصري في العصر. المؤشرات الصوتية في الشاشة الرئيسية حطوا تعطيل. مساعد الاستهداف حسب تلعب كلاسيكي انت أكثر شي ما صحيح، تعتمد على حساسيتك تفيدك بالمستودع. ومسرع الشفاء تفعيل. فتح الأبواب تلقائي تفعيل. تحديد موقع الإصابة تلقائي. تعطيل يسبب الإحلاق. استخدم الضمادات بشكل متواصل تفعيل. محجوب من قبل الجدار هذا تعطيل. اشغال عدم النور. قفز تلقائي تعطيل. تابع مضبوط الهبوط. هاي وقت أصدقائك يبعثولك بدون ما تقبل لا هذا يقبلك تكونوا نازلين من الطيارة. فكل واحد أنا ألعب سولو ومازن. حتى الجيروسكوب هذا نشوف الجيروسكوب أتوقع الكل على اللي ما يلعب جيروسكوب هذا عليه شيء. مجلس التصويب هذا اللعب استعراضيين يا شباب. انت الشي بيت اللي استعرضوه نطفيه. الرسومات إذا انت هاتفك جوا 60 فريم خليها معدل الإطارات أفضل. ناعم وكلاسيكي أفضل ناعم. السطوع يا شباب لا تخلوه 100 لا تخلوه 100 خلوه 95 90 85. هذا إسراع التحكم. عندكم المخطط الثالث والمخطط الأول. المخطط الثالث أنا يفيدني بالمستودع حيل يفيدني بصراحة يا شباب. الدود السريع بيه بالمستودع. أما هذا بالكلاسيكي هو التمام. ولهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك واشتراك وبس. والله إن شاء الله الفيديو الجاي إذا وصل هذا الفيديو 50 لايك إن شاء الله الفيديو الجاي راح يكون عند زر الحركة والحساسية لجميع الهواتف وجميع الفريمات. وإيش عندكم اكتبوا لنا بالتعليقات راح أرد على الكل وبس. والله سلام.